هل يجب أن آتي بجديد؟ طيب وإذا أتيت بالجديد، وإذا كتبت شيئا مختلفا، وإذا لم ألتزم بما يكتبه هؤلاء النخبة سواء في مدينتي أو في بلدي أو في العالم ككل. نحن نعرف أن هناك أسماء نخبوية، أسماء يعني في العالم أسماء كبيرة في الأدب، يعني مجرد ذكر اسمها يعني يجعل الإنسان يرغب في القراءة ويعشق ويشغف بالقراءة. فإذا هذه من بين الأسئلة التي تطرح. فماذا إذا اختلفت؟ أنا الكاتب الشاب المبتدئ الذي قررت أن أكتب، ماذا إذا اختلفت عن هؤلاء؟ ماذا سيحدث إذا فكرت في كتابة شيء جديد؟ أن آتي بنمط إبداعي جديد، أن أكتب على طريقتي، أن لا ألتزم بما يأتي به الآخرون. ماذا يحدث هنا؟ هل سأكون هنا قد ابتعدت عن طريق الأدب؟ في هذه الحالة ألن أكون مبدعا؟ ألن يتم وصفي بأني مبدع؟ هنا زملائي وإخواني الشباب الحضور، اسمحوا لي بأن أقول إخواني، أحب أن أوضح لكم فكرة مهمة جدا. الإنسان يعني في طريقه الأدبي كما في أي طريق آخر، في أي طريق يعني من أجل تحقيق أي هدف كيفما كان، يجب أن يفعل ما يريد هو، يجب أن يتصرف وفق رغباته وبحرية، شرط أن يحترم طبعا خصوصيات وحدود الآخرين. لكن أي عمل إبداعي كيفما كان، لأنه لا يكون إبداعيا، لا يكون العمل إبداعيا إلا إذا كان فيه تجديد وتمرد. بمعنى أنني أنا الكاتب المبتدئ إذا التزمت بتقليد الآخرين، أنا مثلا أقرأ لباولو كويلو وهو اسم معروف، إذا يجب أن أكتب مثل ما يكتب باولو كويلو. أنا أقرأ لأحلام مستغني وهي كاتبة تباع يعني كتبها بالملايين، إذا أنا ككاتبة يجب أن أكتب كما تكتب أحلام مستغني. أنا أقرأ لفيكتور هوغو وميتشي وموليير وفولتير وأعشق الفلسفة، إذا يجب أن أكتب مثل هؤلاء لتكون لكتابتي قيمة. للأسف هذا هو أكبر خطأ يقع فيه كل من يرغب في ممارسة الكتابة الأدبية، هذا هو أكبر خطأ. عندما ننظر إلى هذه الأسماء الكبيرة جدا نرى أنها لم تتميز في الواقع إلا لأنها اختلفت. ماذا يعني التميز؟ عفوا، ماذا يعني الإبداع؟ ما معنى كلمة إبداع؟ إبداع من ابتدع يعني أتى بشيء جديد، هذا هو الإبداع. أن أكتب مثل ما يكتب غيري، أن أرى أن الكاتب الفلاني يكتب بهذه الطريقة وأحاول أن أكتب على طريقتي، هذا لا يسمى إبداع، هذا لا يسمى تميز، هذا